مساء الخير يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. دلوقتي هنعمل قرايه عن مقارنه ما بين الشخص دوت شخصيته قدامك وشخصيته من وراك. يعني ايه اللي بيظهره ليك وايه اللي بيخفيه عنك؟ هل في فرق ما بين اللي بيظهره ليك واللي بيخفيه عنك؟ يعني في تناقض في الشخصيه بتاعته، بيظهر لك حاجه وبيخفي عليك حاجه تانية. هنعرف. معانا مجموعتين، المجموعه الاولى الحجر الابيض، المجموعة التانية هتبقى الحجر البنك. وقفوا الفيديو كده واختاروا بإحساسكم. ومعانا كمان حروف. المجموعة الأولى هتبقى الحروف دي، والمجموعة التانية هتبقى الحروف دي. هنحط الحروف جنبينا علشان برضه تعرفوا. هنبتدي بالمجموعة الأولى. الحروف دي أول حرف من اسم الشخص اللي في بالك. نبتدي بالمجموعة الأولى الحجر الأبيض. سمي الله كده وصفوا نيتكم وركزوا في الشخص كده، فكروا فيه، غمضوا عينيكم كده فكروا فيه وافتكروا كده ملامحه وشكله، ونشوف الشخص ده في الوقت الحالي، يعني تصرفاته معاك ايه ما يظهره ليك وايه ما يخفيه عنك. يعني هل الشخصية اللي بيظهرها لك دي هي نفس الشخصية اللي بيخفيها عنك، ولا في حاجة تانية، جزء في شخصيته انت ما تعرفوش ما بيظهروش ليك؟ ماشي، هنبتدي بطاقته الأول من ناحيتك. ليه هو في الطاقة دي؟ طاقتك انت من ناحيته دلوقتي، وطاقة العلاقة بينكم دلوقتي. دي أول حاجة. العلاقة دي فيها اختفاء، فيها يعني مخاوف من طرف الست في العلاقة هنا، يعني عندها مخاوف وشك في الشخص ده، انت شاكة فيه وقلقانة منه. مفيش تواصل ما بينكم وما بين بعض. ممكن العلاقة دي واقفة بقالها فترة، فيها تباعد، ما فيهاش كلام. العلاقة دي كان بيتحكم فيها الراجل هنا، كان عنده ايجو عالي، يعني كان تصرفاته كلها كان نبع عن الكرامة الزائدة، الكبرياء، شايف نفسه عليك شوية، مهتم بنفسه. في حتة أنانية شوية، يعني مركز على مستقبله، على مصلحته الشخصية، أحواله هو، نجاحه، لكن مش ما بيبصش للعلاقة دي ولا بيبذل فيها أي مجهود. يمكن علشان كده أنت شايفه زعلان منه، وشايف إن هو يعني ضيع وقتك، او ان انت ما اخدتش منه حاجه، اديت في العلاقه دي وما اخدتش حاجه في العلاقه دي. بس يعني العلاقه دي كان فيها حب، الشخص ده كان بيحبك برضو زي ما انت ما بتحبه. العلاقه دي بقالها فتره طويله انتوا مع بعض، يعني مش علاقه لسه جديده، او حتى لو انتوا في علاقه لسه يعني بادئينها، لكن الشخص ده حس ان انت يعرفك من زمان، وانت كمان حسيت بشعور الحياه السابقه معاه، لكن انت تعرفه من سنين طويله. طيب، طاقة الشخص ده من ناحيتك ايه دلوقتي؟ الشخص ده طاقته من ناحيتك طاقة فيها يعني شوية ضايع، عايز يقرب وفي نفس الوقت يرجع يقول لا، استنى شوية، يعني لسه مش محدد قراره. هو من جواه عنده شغف عليك وعاوز يجيلك وعاوز يقرب منك وعاوز يعيد العلاقة دي تاني، لو انتم مبتعدين او في بينكم وبين بعض انفصال، وده بالاكتر يعني بنسبة 90% انتم منفصلين او في تباعد ما بينكم وبين بعض. فالشخص ده شوية متردد ما بين ان هو يقرب منك وعاوز يقرب منك، وفي نفس الوقت خايف او مش لسه حاسم القرار بتاعه. طب هو ليه في الطاقة دي؟ علشان هو حصل البعد، هو اللي مشي، هو اللي سابك، هو اللي ادالك ظهره ومشي. فهو زي يعني ايه، عاوز يقرب بس ملوش وش، يعني يقول لك طب انا هرجع اقول ايه، انا اللي سبته ومشيت، واضطرك انت اللي تمشي وتبعد انت كمان وتسيبه لما لقيته هو باعد وماشي. فهو عايز يرجع او بيفكر يرجع يعيد شغف العلاقة تاني، لكن متردد شوية طاقته متلاعبة. الشخص ده ما كانش مستقر في العلاقة، يعني كان اون اوف كده، شوية يجي ياخد شغف، ياخد طاقة، ياخد وقت حلو، وبعد كده يبتعد وينسحب فجأة من العلاقة، يجي شوية ويقرب شوية. وانت كنت دايما يعني فاتح ايدك ودراعاتك ليه، في اي وقت يجي اهلا وسهلا، بتقبله وبتحبه وبتديله من طاقتك ومن مشاعرك، عشان كده هو ضمن وجودك شوية. طيب هو دلوقتي انت طاقتك من ناحيته ايه؟ انت مش عارف، انت محتار.
تختاروا المجموعة دي انتم محتارين جدا في الشخص ده ومش عارفين ترسوا على بر معاه، مش عارفين تعملوا ايه، تقربوا ولا تبعدوا، تدوله فرصة ولا لو رجع تدوله فرصة ولا لا، هل الشخص ده كويس ولا لا، هل بيحبني ولا لا. انت جواك اسئلة كتيرة ومتناقضات كتيرة جدا ناحية الشخص ده. فعلا انت عندك تشويش في دماغك من كتر ما بتفكر فيه وما انتش عارف. يعني انت ليك حق تدخل القرايه دي فعلا، اللي هو هل هو ما يظهره زي ما يبطنه ليا ولا في فرق. يعني هو بيظهر لي حاجه وهو جواه حاجه تانية، او شخصيته الكويسه اللي كان بتبان قدام الناس دي حقيقيه وهو شخص متلاعب اساسا، انت مش عارف تحكم عليه. العلاقه دي فيها انتظار، بقالها فتره واقفه، فيها انتظار. ممكن تكون انت بقالك فترة مستني ان هو يقرب، مستني ان هو يعمل اي موقف، يعمل اي حركة تجاهك، لكن انت زهقت ومليت، يعني عايز ان العلاقة دي بقى تتحرك شوية من مكانها. دي طاقتك ودي طاقة الشخص. لو الكلام اللي انا قلته ده منطبق عليك كمل القراية، لو الكلام اللي انا قلته ده مش منطبق عليك يبقى القراية دي مش ليك، شوف قراية تانية. دلوقتي هنشوف مقارنة ما بين شخصيته اللي بيظهرها ليك وما يخفيه عنك. الشخصية اللي بيخفيها عنك، هل هما زي بعض؟ يعني ما يظهره زي ما يخفيه، ولا في تناقض في الشخصيتين؟ شخصية الشخص ده ما يظهره وما يخفيه. بسم الله. ما يظهر لك وشخصيته اللي بيخفيها عنك. طيب اولا اول حاجه اللي بيظهر ما يظهره ليك، الشخص ده بيظهر لك انه شخص ناجح، وهو فعلا كده، يعني هو فعلا شخص ناجح وشخص مستقر جدا ماديا، ممكن يكون متزوج او هو عنده طرف اخر غيرك في علاقة زواج فعلا. ده يعني بنسبة قليلة او بنسبة 50% منكم الشخص ده متزوج، وكلكم يعني الشخص ده مستقر جدا ماديا وشخص ناجح وعنده بيزنس خاص بيه او في بوزيشن عالي، وضعه المادي والعملي جيد جدا وشخص ناضج. ده اللي بيظهره لك، بيظهر لك ان هو شخص راكز، مهتم بالجزء العملي، المادي كمان عنده وضعه مستقر، وهو دايما يعني ايه مشغول ومش فاضي، واحواله دايما الناس كلها عايزه تكلمه والناس كلها عايزه تقرب منه. دايما بيظهر لك ان الشخص ده ان هو مشغول وعنده مشاكل كتير في شغله، وان هو على طول مش فاضي، على طول عنده مشاكل، على طول عنده حاجات تانية شغلها عنك. الطرف دوت بالاكتر عنده زواج، ده ما يظهر وانت عارف ده، يعني دي حاجة مش سر. لا، لو الشخص دوت انت ما تعرفش ان هو متزوج، فهو يعني يا اما كان متزوج وانفصل، او هو بيفكر في زواج منك، بس هو يعني ايه ده اللي بيظهره لك ان هو عاوز زواج وارتباط معاك. ده لو انت ما تعرفش ان هو متزوج، لكن لو انت عارف ان هو متزوج فهو متزوج فعلا، ودي حقيقة، وهو يعني مبين لك ان هو زواجه ده حاجة مقدسة جدا بالنسبة له، واستقراره العملي والمادي والأسري ده نمرة واحد في حياته، وان هو على طول مشغول، وان هو على طول مهتم بأمور تانية غيرك. ده ما يظهره ليك. طيب ايه اللي بيخفيه بقى عنك، او ما شخصيته اللي بيخفيها عنك؟ ان الشخص ده يعني متعلق بيك جدا جدا، وعنده انجذاب وشغف جسدي عليك رهيب. كارت الديفل هنا كارت
متسلط. ما يخفي عنك بقى ان الشخص ده عنده شغف وغيرة عليك وتملك ليك، هو بيغير عليك جدا وحاسس ان انت جزء من ممتلكاته، بيحبك بحب، مش حب يعني، انا مش شايفاها حب قد ما شايفاها تملك وغيرة اكتر، يعني حاسس ان انت جزء يخصه، ما ينفعش ان انت تتحرر منه او تروح لحد تاني. كمان طاقة الشغف الجسدي هنا والرغبة الجسدية عنده هنا عالية جدا اتجاهك، يمكن ده حاجة انت ما تعرفهاش او هو ما بيظهرش قوي الجزء ده، وانه منجذب لك جدا جدا لدرجة الهوس وبيفكر فيك بطريقة فظيعة. كمان الشخص دوت اللي بيخفيه عنك ان هو شخص متسلط الرأي وقاسي القلب وبارد المشاعر. يعني هو يعني ممكن كمان اللي بيخفيه، انا مش شايفه ان الشخص دوت خافي شخصيته الحقيقيه عنك، لانه ما يظهره قريب قوي للي بيخفيه. يعني هو بيظهر لك انه شخص مادي وعملي ومشغول وعنده مشاكل وعنده التزامات اخرى غيرك ومش مركز معاك وعنده زواج وعنده حاجات كتير اهم منك، وهو شخصيته الحقيقيه كده فعلا هو حد يعني شخص قاسي شويه ومتسلط وعنده الشغل والعمل اهم من المشاعر والحب. الشخص دوت شخص يعني بيحب شكله قدام الناس يبقى كويس، وضعه المادي يبقى جيد، اهم حاجه عنده شكله قدام الناس ومنظره قدام الناس. الشخص ده مش حد شاب صغير، لا ده حد يعني فوق ال30 وانت طالع بقى، يعني حد ليه مركز، ليه وضع، ليه هيبه قدام الناس، الناس بتحترمه بتقدره، وهو بيخاف جدا على منظره، وشخص متسلط شويه وما بيديش للمشاعر دي اهميه قوي، بيحب يشتغل كتير ويحب دايما المنافسه ويحب هو اللي يكسب. فده اللي انت ما تعرفوش او ده اللي ما بيظهرهوش ليك، بس انا شايفه انه اللي بيظهره زي اللي بيخفيه، يعني الاتنين دول زي بعض يعني. طيب كمان هو الحاجه الجيده بقى اللي بيخفيها عنك ان هو بيحبك، ده الجزء اللي بيخفيه عنك بقى ان هو عنده مشاعر ليك. انت الوحيد، الشخص الوحيد اللي حركت فيه جزء المشاعر ده. الشخص ده ما كانش عنده مشاعر، كان متبلد المشاعر في الماضي، شخص متسلط قاسي عقلاني مادي، ما بيعترفش بالمشاعر، عمله بس، فلوسه بس، نجاحه بس. لكن انت خليته صحيت فيه الجزء اللي هو المشاعر، هو ما حسش بالجزء المشاعر والحب ده الا معاك انت، علشان كده هو مش عايزك تعرف نهائيا ان انت وصلته للمرحله دي، عايزك دايما تشوف الجزء اللي هو الشديد القاسي الجامد، هيبته ومنظره قدامك ما تتهزش، دي اهم حاجه عنده. الشخص ده دايما يبين لك ان هو ناجح وبيجري ورا الفلوس ورا الاستقرار، وهو حقيقي كده فعلا، وانت اللي غيرته. فما يظهره وما يبطنه هم نفس الحكايه، هو ما اخفاش عنك حاجه غير حاجه واحده بس، ان انت حركت مشاعره، ودي حاجه هو مش عايزك تعرفها. على كل حال الشخص ده قريب قوي، ممكن يحصل بينك وبينه كلام او يحصل بينك وبينه مقابله. هو بيستمد منك الحب والمشاعر اللي هو مفتقدهم في حياته. الشخص دوت يعني عاش حياة طويلة عريضة كلها صراعات ونجاح، ويحارب علشان يوصل ويبقى ليه مركز وليه فلوس، ومرة واحدة لقى نفسه ما عاش المشاعر الحب دي والعاطفة دي كانت زيرو عنده. انت الشخص الوحيد اللي حرك فيه المشاعر دي. طيب احنا عايزين ناخد لك منه رسالة قبل ما نقفل، شوف عاوز يقول لك ايه الشخص ده، اصحاب المجموعة الاولى. الشخص ده عاوز يقول لك ايه دلوقتي؟ بيقول لك طالما احببتك وساحبك دائما، طالما احببتك وساحبك دائما. الشخص ده احبك فعلا وحس ان الحب ده اثر فيه قوي لدرجه انه مش قادر ينساك. اتعلم حاليا دروس روحيه قيمه. الشخص ده بيراجع نفسه، بيحاول يفهم هو قابلك ليه، وليه انت غيرته كده، وليه دخلت حياته ولخبطتها له كده. هو دلوقتي في فتره يعني مراجعه للنفس كده، بيراجع نفسه. بيقولك انا حاليا مشوش وغير مستقر جدا. هو فعلا كده في الوقت الحالي هو مشوش جدا، علشان هو مش قادر يتأقلم مع الوضع الجديد اللي انت حطيته فيه. وضع المشاعر والحب هو مش جاهز او مش متعود على الحكاية دي، فهو بيحاول يفهم ايه اللي حصل له، ايه اللي غيره، انت ليه اثرت عليه التأثير الكبير ده.
كده انتهت القرايه الاولى. اتمنى انها تكون عجبتكم وانطبقت معاكم، واحب اسمع رايكم في التعليقات. تكتبوا لي كده رايكم في التعليقات وتقولوا لي انطبقت معاكم القرايه دي بنسبه قد ايه. ومن دلوقتي ننتقل لاصحاب المجموعه الثانيه. المجموعه الثانيه بالحروف دي، اول حرف من اسم الشخص اللي في بالك حطها من هنا، او بالحجر ده، حجر البينك. نشوف الشخص ده شخصيته اللي بيظهرها لك، مقارنة ما بين شخصيته اللي بيظهرها لك وشخصيته الخفية عنك اللي انت ما تعرفهاش او ما شفتهاش. هل هي نفس الشخصية ولا حاجة تانية؟ بسم الله. اول حاجة، طاقة الشخص ده من ناحيتكم ايه دلوقتي؟ ليه هو في الطاقة دي من ناحيتكم؟ طاقتكم انتوا من ناحيته دلوقتي ايه؟ يا انتوا بتحبوه قوي. طاقة العلاقة ما بينكم دلوقتي، ما يظهر لك الشخصية، وما يخفي عنك. بيخفي عنك ايه؟ العلاقة دي علاقة فيها صحوة روحانية دلوقتي. الشخص ده يا إما أنت قعدت وجهة نظره في الحب وفي العلاقات، وهو كمان أثر عليك، خلاك أنت كمان بدأت تعيد نظر في شخصيتك، في حياتك، جددت حياتك بسببه. كمان في هنا لوم وعتاب للعلاقة دي. العلاقة دي كانت علاقة مفصلية يعني وجوهرية في حياتكم، غيرت فيكم كتير، وانتوا كمان غيرتوا في حياة الشخص ده كتير. ممكن يكون دلوقتي في تباعد ما بينك وما بين الشخص دوت، في اختفاء. العلاقة دي كان فيها دايما عدم صراحة وعدم وضوح، وبالأكتر من الشخص ده انت انتظرته كتير، صبرت عليه كتير، بس انت خلاص ما بقاش عندك ثقة فيه. انت يعني بتحاول تحمي نفسك منه دلوقتي، وممكن تكون انتم رحلتم عن الشخص ده وسبتوه وبعدتوه. طيب دلوقتي طاقة الشخص ده من ناحيتكم هو بيتمناكم، انتوا الأمنية بتاعته، شايفكم حاجة جميلة قوي، يعني أجمل حاجة حصلت في حياته. عنده شغف جسدي كمان ناحيتكم جدا، شايفكم شكلكم حلو قوي. انتم يعني شخصية ناعمة كده وهادية ورقيقة، وهو بيفتكركم بيجنن. عنده طاقة رهيبة ناحيتكم، بيتمنى يشوفكم، بيتمنى يرجع لكم تاني لو في بعد. شايفكم حد جميل، بس هو مش حد صريح. يعني هو بيحب يلمح بالحب لكن ما بيعترفش بيه. يعني ممكن يكون الشخص ده ما اعترفلكش بمشاعره، كان يلمح، يقول كلام بس معاكسة، يشكر في شكلك، في جمالك، في حلاوتك، في رقتك، لكن ما يقولش مشاعر صريحة. ما بيحبش هو يظهر مشاعره بصراحة. شخص غامض شوية، وعنده شغف ليك الفترة دي رهيب. انتم بتحبوه حب حقيقي، ملكة الحب هنا. انتم مشاعركم صادقة، وممكن تكونوا بتعبروا وبتقولوا اللي جواكم. انتوا ناس صادقين جدا في مشاعركم، وعندكم مشاعر حب غير مشروطة للشخص ده، كنتوا بتدوا من قلبكم قوي. العلاقة دي ممكن تكون مقفولة دلوقتي، ممكن تكون فيها صد، فيها بعد ما بينكم وبين بعض، حد فيكم حاطط بلوك للتاني او قافل مع التاني، يا انت يا هو. طيب اولا، ايه اللي بيظهره ليك الشخص ده، وايه اللي بيخفيه عنك في الشخصية؟ الشخصية اللي بيظهرها لك انه شخص غامض، شخص كتوم، ما بيقولش اي حاجة، ساكت معظم الوقت. انت دايما اللي بتجري، انت دايما اللي بتسأل، انت دايما اللي واضح معاه، انت اللي بتعبر عن المشاعر. الشخص ده صامت معظم الوقت. ده الشخصية اللي بيبينها لك، شخصية غامضة، شخصية متشائمة شوية، يعني ما عندوش طاقة ليك. دايما يقول لك انا متضايق، انا مخنوق، انا نفسيتي تعبانة، انا مش عايزة اتكلم. ومش اجتماعي، مش شخص اجتماعي، يعني شخص كتوم وكئيب. دي الشخصية اللي بيظهرها لك، انه شخص كتوم ومتشائم، وشوية ما عندوش ثقة في الآخرين، ومش اجتماعي، مش شخص اجتماعي.
كمان بيظهر لك هنا ان هو ممكن يكون عنده مسؤوليات بتخص زواج اخر او عيلة. يعني اللي بيظهر لك هنا ان هو حد عنده فلوس من عيلة كبيرة، اهله ناس جامدين يعني، وهو ابن ناس قوي، واهله ناس اغنياء جدا، او ده اللي بيظهره لك يعني. ممكن يعني كمان يكون هو الشخص دوت هو اللي بيصرف على اهله، وربنا فاتحها عليه ومعاه فلوس، يعني بيصرف على، بيساعد اهله وبيساعد الناس اللي حواليه. شخص مسؤول وعنده يعني ربنا فاتحها عليه من ناحية الفلوس، او هو في وضع استقرار بقى عائلي او اسري، سواء متزوج او لا. كمان بيظهر لك ان هو شخص صارم جدا، قراراته قاطعة وما بيحبش حد يراجعه في الكلام. شخص دايما مكشر كده، يعني دايما تحس ان هو وشه كده عابس، مش مش شخص كده بيعبر عن المشاعر. وشه سمح كده، في سماحة في وشه، بيبتسم في وش الناس، دايما تلاقيه ملامح وشه باردة، مكشر، مش بيهزر، مش بيضحك، قاسي كده، ناشف كده في المعاملة. ده اللي بيظهره لك. طب ايه اللي بيخفيه عنك بقى من شخصيته؟ اللي بيخفيه عنك انه شخص انتقامي، ما بيسيبش حقه ابدا. مش مسألة بقى ان هو مش اجتماعي، او ان هو متشائم، او مش شخص كده فرفوش وبيحب يهزر مع الناس. لا، هو شخص كمان عنده حتة العدائية، حقود شوية، يعني ما بيسيبش حقه. لو حد زعله ما بيهداش الا لما بياخد حقه منه وينتصر عليه، وبينتصر بأي وسيلة. يعني عنده الغاية تبرر الوسيلة، ما عندوش مشكلة انه حتى ينتصر بندالة. يعني دي الحتة شوية اللي ما بيظهرهاش ليك. كمان ما الحاجة اللي ما بيظهرهاش ليك ان هو شخص شوية بيحب السيطرة، ويحب الست دايما تشوفه ان هو يعني حاجة كبيرة، وان هي تبقى هي التابع ليه، وان هو المسيطر وهو الجامد وهو شخصيته قوية. هو بيحب السيطرة قوي وما بيحبش يظهر مشاعره. كمان ما يخفي عنك ان الشخص ده ممكن يكون عنده تعب صحي، وهو بيتشافى دلوقتي. ممكن يكون مريض ومش قايل لك عنده مرض، وهو بيحاول يستشفي منه دلوقتي. ممكن كمان يكون هو نفسه بيعمل حاجات روحانية. يعني ممكن يكون هو بيقرأ تاروت، او لو انت تعرف عنه ان هو ليه في الروحانيات يعني، او مهتم بالجزء ده، فممكن دي حاجة برضو واردة، ان هو شخص روحاني جدا، عنده طاقات روحانية وطاقات شفاء. يمكن دي حاجة انت ما تعرفهاش، ان هو يا اما بيشتغل في مجال يخص الشفاء يعني او الطب، او هو كان مريض وبيستشفي. فيها طاقة شفاء هنا ظاهرة عنده. بس انا بالاكتر شايفاها ان ممكن يكون الشخص ده بيعاني من مرض معين ومش قايل لك، وبيحاول يستشفي منه، سواء بقى مرض جسدي او روحاني. هناخد برضو توضيح بكروت الرومانس من العلاقة دي. طب بص بقى، الشخص دوت اللي بيظهره ليك ان هو بيفكر في الارتباط بيك او بالزواج. ممكن تكون العلاقة دي في اطار لسه صداقة، او انتوا بتتعاملوا مع بعض كأصدقاء. لكن هو يعني ممكن يكون بيحاول يبين لك بطريقة غير مباشرة ان هو مثلا عاوز تبقوا صحاب، والعلاقة دي لما تتعرفوا على بعض اكتر ممكن يبقى فيها زواج وفيها ارتباط، وان ان شاء الله هنبقى مع بعض او حاجة زي كده. بيدي لك امل ان العلاقة دي ممكن تتحول من صداقة لعلاقة ارتباط وزواج، وتقضوا مع بعض اوقات حلوة وتسافروا مع بعض وحاجات زي كده. لكن اللي بيخفيه عنك ان الشخص دوت يعني قلبه مقفول للحب شوية، هو عايز طاقة شغف بالأرض. يعني طاقته الجسدية هي اللي مسيطرة عليه، حتى في طاقته هنا ليك فيها رغبة جسدية عالية. فاللي بيخفيه عنك ان هو شخص بيحب العلاقات الجسدية قوي، ومش مهم عنده الحب قد ما مهم عنده العلاقات الجسدية والشغف. فكده احنا نكون وصلنا لنهاية القراية التانية. اتمنى انها تكون عجبتكم، ولو انطبقت معاكم يا ريت تقولوا لي رأيكم في التعليقات. وشكرا ليكم.